شنو هو نظام المقاول الذاتي؟ نظام المقاول الذاتي هو نموذج جديد ديال المقاولة الصغرى في المغرب. كيسمح لك تكون مقاول بحال جميع المقاولين اللي عندهم شركات. هذا النظام وضع مجموعة من الشروط باش تقدر تستافد منه. كيهم كل شخص خدام وبغى يخدم مشروع تجاري او صناعي او حرفي او خدماتي بشكل قانوني، بشرط ان رقم المبيعات ديالك في كل سنة ما يفوتش 50 مليون سنتيم بالنسبة للمشاريع التجارية والصناعية والحرفية، و20 مليون سنتيم بالنسبة للمشاريع الخدماتية. كيفاش ممكن تستافد من هذا النظام؟ المرحلة الأولى، كتسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي من خلال ملء الاستمارة اللي كاينة في هذا الموقع. المرحلة الثانية، كتطبع هذه الاستمارة من الموقع مع نسخة من البطاقة التعريف الوطنية وصورة شخصية، وكتدفع لأقرب شباك ديال المقاول الذاتي اللي كاينة في وكالة البريد المغرب. المرحلة الثالثة، بعد ما كيتم تأكيد التسجيل ديالك كتسلم واحد الوصل مؤقت اللي خاصك تحتفظ به لمدة 15 يوم على الأقل. المرحلة الرابعة، بعد المصادقة على الملف من طرف السلطات المختصة كتسلم البطاقة ديال المقاول الذاتي. هكذا يمكن ليك تشتغل في المشروع ديالك بمجموعة من الامتيازات. شنو هما هاد الامتيازات؟ قبل ما تسجل خاصك تعرف شنو اللي ليك وشنو اللي عليك. كاينه مجموعة من الامتيازات استثنائية اللي ممكن يستافد منها كل مقاول عنده بطاقة المقاول الذاتي. اولا، المقاول الذاتي معفي من الضريبة على القيمة المضافة لاتيفيا، ومعفي من الضريبة المهنية لمدة 5 سنوات. ثانيا، المقاول الذاتي كيخلص الضريبة على الدخل بنسبة 0.5% للمشاريع التجارية والصناعية والحرفية، و1% بالنسبة للمشاريع الخدماتية على حسب رقم المعاملات ديالك. وفي حالة ما كانش عندك مداخيل ما كتخلص حتى حاجة، ماشي بحال باقي المقاولات اللي كتوصل الضريبة ديالها ما بين 25 و 35%. رابعا، المقاول الذاتي ماشي بالضروري يكون عنده مقر ديال العمل، يمكن ليه يعتمد على المنزل ديالو كعنوان ديال المقاولة. خامسا، في حالة كان عندك شي مشكل مالي ما كيتمش الحجز على المنزل ديالك. سادسا، المقاول الذاتي تيكون معفي من التسجيل في السجل التجاري ومعفي من المحاسب اللي يشتغل معاه، يعني كتخدم وحدك في التسجيل الاداري والمالي والتقني ديال المشروع. في حالة بغيتي تخدم معك شي ناس خاص حتى هما تكون عندهم بطاقة المقاول الذاتي. سابعا، المقاول الذاتي كيسمح ليك تعطي الفاتورة للكليان ديالك في حالة انه طلبها منك، وكيعطيك الحق انك تشتغل في الصفقات مع الشركات والمؤسسات العمومية وكتستافد من الطلبيات. ثامنا، خاص رقم المعاملات ديالك ما يفوتش 500 ألف درهم بالنسبة للمشاريع التجارية والصناعية والحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة للمشاريع الخدماتية. تاسعا، غادي خصك تصرح بالمداخيل ديالك كل 3 أشهر، وفي حالة ما كانتش عندك مداخيل كتصرح بأنك ما دخلتي حتى شي حاجة. عاشرا، المقاول الذاتي عنده الحق الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية